من أشهى وألذ الوصفات اللي ممكن تتحضر بالبيت كباب الدجاج. هالوصفة معروفة وإلها شعبية كبيرة والصراحة بتستاهل طيبة، وطريقة التحضير كمان كتير سهلة. وإذا عم تزوروا القناة لأول مرة بتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل لتوصلكن الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو ويلا نبلش. ولا تحضير كباب الدجاج رح يلزمنا كيلو من صدور الدجاج، أنا هون النوع اللي عندي فتايل. بتقدروا كمان تعملوها بأفخاذ الدجاج، تسحبوا من العظم والجلد وبتطحنوها. كمان رح يلزمنا لية خروف وبصلة. بدنا كمان حبة فليفلة حمرا. بدنا كمان شوية بقدونس يكونوا مفرومين ناعم، وكمان شوية كزبرة خضرا إذا توفرت عندكن. معلقة صغيرة من برش الليمون. طحين فرخة أو طحين عادي مقدار معلقة كبيرة حتى الكباب يتماسك. ومعلقة ملح، معلقة فلفل صغيرة، ومعلقة بابريكا. وهيك بنكون جهزنا كل المكونات. رح بلش اطحن الفليفلة والبصل مع بعض بمحضرة الطعام. نطحنهم ناعم كتير بهالشكل هاد متل ما واضح معكن، وبنصفيهم. بضغط عليهم شوي بالسباتولا حتى نشيل المي كلها منهم. واهم شي تترك السوائل اللي رح تطلع معكن على جنب، رح نحتاجها بالاخر. رح بلش افرم الدجاج لازم يكون هون مصفى من المي كتير منيح. ومتل ما قلتلكن اذا استخدمتوا افخاذ الدجاج شيل الجلد والعظم منها، وبعدها فيكن تقطعوها لمكعبات وتفرموها. انا هون كمان استخدمت الشفرة الوسط. وطبعا هون كنت ناقعة الدجاج بالملح والمي والخل وغسلته كتير منيح. بعد ما خلصت فرم بحط لية الخروف مقدار ربع كوب، يعني لازم تكون ربع كمية الدجاج اللي رح تعطيكم نكهة كتير مميزة وما رح تخلي الدجاج ينشف. والبقدونس كمان ضم صغيرة، وبضيف كمان عليهم الملح والفلفل والبابريكا. ما ننسى كمان برش الليمون اللي رح يعطيكم نكهة كتير مميزة. انتبهوا وقت تبرشوا الليمون ما تقربوا على القشر البيضة حتى الدجاج ما يمرمر. بالاخر بضيف الطحين متل ما قلت لكم حتى الخلطة تتماسك. بنضيف البصل والفلفل كمان اللي جهزناهم وبنخلطهم كتير منيح. اهم شي ينخلطوا كتير منيح. والدجاج كمان قبل الفرم لازم يتنشف من المي حتى ما يصير فيه سوائل، حتى الخلطة تمسك وما تكون مريقة. بس على الحالتين لازم نتركها بالبراد على الأقل نص ساعة، وإذا كنتم مستعجلين تقدروا تتركوها بالفريزر. كمان لازم ننقع الأعواد الخشبية قبل بساعتين حتى ما يحترقوا بالفرن. استخدمت الأعواد الخشبية العريضة والسميكة. نتركها على جنب ومنروح للخطوة اللي بعدها. بدنا نجهز الخليط اللي رح ندهن فيه الكباب بعد التشكيل. بنرجع منجيب الخليط اللي تركناه على جنب وقت صفينا الخضرة، وبنحط عليه الكاتشب ودبس الرمان مقدار معلقتين كاتشب، معلقة دبس رمان، عصرة ليمون، وكمان رشة فلفل، وكمان ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من دبس البندورة، وكمان شوية زيت زيتون، والثوم المهروس. وهي الخلطة شو ما بدكم فيكم تحطوا فيها. بحط معلقة العسل وبخلطن كتير منيح. وهيك بكون الخليط صار جاهز، بنتركه على جنب وبنطلع الدجاج من البراد. هلأ صار وقت التشكيل. راح اخد شوية دجاج هيك بالايد، بفرد الدجاج بالعود الخشبي بهي الطريقة. بس ينفرد بعمل شوية طعجات بالايد من على الجهتين. كمان بتتركوا المي الباردة جنبكن ليسهل عليكن التشكيل. بتبلوا ايدكن كل شوي بالمي حتى تتشكل معكن بشكل اسهل. كمان انا جهزت البندورة الكرزية، شكيتها بالاعواد الخشبية الطويلة والنحيفة، وكمان وزعتها بين الكباب. رح دخلن هيك بالعود الخشبي بهالشكل هاد، ورح كمل فرد الدجاج بالعود الخشبي وكمل تشكيل بنفس الطريقة متل ما واضح بالفيديو هيك لخلص كل الكمية. ما شاء الله هون جهز كل شي. شغلت الفرن على الشواي على أعلى درجة
بس قبل ما ندخلهم على الفرن لازم ندهنهم بالخلطة اللي جهزناها. والكمية رح تعطيكن من 13 ل14 سيخ من نفس هذا الحجم. منحرك الخلطة شوي ومنبلش بدهن الأسياخ دهنة خفيفة قبل ما ندخلهم على الفرن، هالشي ضروري حتى يعطيكن لون ذهبي حلو للكباب. وهي الكباب بعد ما اندهنت رح دخلها على الشواي وحمرها بس من فوق، بس أخدت لون بقلبها على الجهة التانية وكمان بحمرها، ما رح تاخد وقت كتير، يعني تقريبا 20 دقيقة ورح تكون جاهزة. أنا بهالوقت رح جهز الخبز، رح أدهن الخبز بالخلطة اللي بقت عنا ورح دخلها على الفرن 3 دقايق بس حتى الخبز يتشرب طعم التتبيلة أكتر. كمان بدنا نجهز سلطة البيواز الخاصة بالمشاوي. فرمت بصلة كبيرة وقطعتها جوانح، حطيت عليها كمان معلقة صغيرة ملح وعصرت عليها عصرة ليمون، حركتن شوي بالإيد وحطيت عليهم شوية بقدونس. فيكن تضاعفوا كمية البقدونس كمان إذا حبيتوا رح تكون كمان كتير طيبة. هاي السلطة معروفة بسلطة البيواز وبنعتمدها دائما بوصفات المشاوي. هون طلعت الخبز من الفرن بعد ما دخلته 3 دقايق بس، فردت عليه الجرجير مثل ما شفتوا، حطيت معهم كمان شوي من سلطة البيواز. فيكن تضاعفوا كمية السلطة إذا حبيتوا. طلعت كمان الكباب من الفرن بعد ما أخدوا لون من فوق، قلبتن وكمان دهنتن بالخلطة ورجعت حمرتن، والخلطة عطتنا لون كتير حلو. انتبهوا وقت بتطلعوا الكباب من السيخ ضروري تحرروهم من فوق ومن تحت ومن الوسط كمان شوي، وبعدها بتطلعوهم بكل هدوء حتى ما يخرب معكن. وقت بتطلعوا الكباب من السيخ الحديد أكيد أسهل من العود الخشبي، مشان هيك أنا عم قولكن وقت بتطلعوهم انتبهوا وطلعوهم شوي شوي. شايفين حركة الإيد كيف عم حررن من فوق ومن تحت ومن الوسط شوي وبعدها بطلعن بكل هدوء. وزعتن هيك بالجاط، الصراحة شي فاخر من الآخر والنتيجة أكتر من روعة. وإذا لسه مالكن مجربين كباب الدجاج جربوه لأنه عن جد رح تعجبكن الوصفة، كتير سهلة وخفيفة وبهالغلا اللي عم يصير أكيد أحسن من الجاهز. بكفي انتو عارفانين شو فيه وشي نضيف، شغل البيت أكيد غير، اللي عطتنا نكهة كتير طيبة وما خلت الدجاج ينشف أبداً. نكهتهم كمان وريحتهم كانت غير شكل. هلأ كمان شلت البندورة ووزعتها بالجاط، بيتقدم جنب السلطة والكاتشب والمايونيز أو الحمص بالطحينة اللي هي المسبحة. رح أترك لكم الرابط بالبايو، رح أترك لكم كمان المقادير كلها بصندوق الوصف. وهلأ بدي منكم بعد كل هالتعب تدعموني قد ما بتقدروا بلايك وبتعليق، فجروا الفيديو لايكات وتعليقات، بحبكن كتير. وإذا ما عم توصلكن إشعارات بالفيديوهات الجديدة ارجعوا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل لتوصلكن كل الإشعارات بالفيديوهات اللي عم تنزل. شاركوا الفيديو مع أهلكن وأصدقائكن ليستفيد أكبر عدد ممكن. تحياتي لإلكم وشكرا كتير على المتابعة، وبشوفكن على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.